انت عمرك دخلت مكان وكل الناس بصت عليك، مش عشان انت عملت حاجة غلط، لا عشان في حاجة فيك خلتهم يبصوا. في ناس بتدخل أي مكان والكل بيحسب لها حساب من غير ما تفتح بقها، وفي ناس تقعد ساعتين في أوضة ومحدش ياخد باله إنها موجودة أصلا. الفرق بين الاتنين مش فلوس ومش واسطة، الفرق في 5 حركات بسيطة لو عملتهم الناس هتخاف منك وتحترمك من غير ما تقول كلمة واحدة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تدخل القناة دي اعمل اشتراك ولايك عشان الفيديوهات دي توصلك، وصدقني مش هتندم. الحركة الأولى، ما تتكلمش كتير. أيوة زي ما سمعت، كلام أقل يعني هيبة أكتر. الشخص اللي بيتكلم كتير الناس بتحس إنه محتاج اهتمامهم ومحتاج يثبت نفسه، خايف لو سكت حد ينساه. لكن الشخص اللي بيتكلم بس لما يكون عنده حاجة تستاهل الكل بيسكت ويسمع له. بص على أي حد مهيب حواليك، مديرك في الشغل، الشخص اللي الكل بيحترمه في العيلة، هتلاقيه مش بيتكلم كتير، بس لما بيتكلم كل الناس بتبص عليه. القاعدة بسيطة، كل ما كلامك قل قيمته زادت، وكل ما كلامك كتر الناس استسهلتك. الحركة التانية، بص في عين اللي بتكلمه. معظم الناس لما بتكلم حد بتبص في الأرض أو في التليفون أو في أي حتة تانية، وده بيوصل رسالة أنت مش واثق. لكن لما تبص في عين اللي قدامك وأنت بتكلمه، أنت بتقوله أنا هنا، أنا واثق ومش ههرب. مش محتاج تبص بعدوانية، بس بصة ثابتة هادية. دي لوحدها بتخلي اللي قدامك يحس إنك شخص مختلف. جرب في أول مقابلة ليك، بص في عين اللي قدامك 3 ثواني من غير ما تبص في أي حتة تانية، هتلاقيه هو اللي هيبص بعيد مش أنت. الحركة التالتة، ما تردش على كل حاجة حد قالها. كلمة بايخة، سكت وكملت كلامك، ده أقوى 1000 مرة من إنك ترد وتتخانق. حد حاول يستفزك، ما تلعبش معاه وخليه كأنه مش موجود. الشخص القوي مش بيرد على كل حاجة، لأنه عارف إن مش كل كلمة تستاهل وقته. ولما ما تردش انت كده بتقوله انت أصغر من إني أهتم بيك، ودي أقوى إهانة من غير ما تتكلم. الحركة الرابعة، امشي ببطء. أيوة، مشيتك بتقول عنك كل حاجة. اللي بيمشي بسرعة وبيجري في كل حتة بيبان متوتر ومش مسيطر، لكن اللي بيمشي ببطء وبثبات وراسه مرفوعة بيبان واثق ومسيطر. حتى لو انت مستعجل، ادخل بهدوء وثبات، هتلاحظ ان الناس بتشوفك بشكل مختلف. الحركة الخامسة والأخيرة، خلي وشك ساكت. اللي بيضحك كتير من غير سبب الناس بتحس إنه ضعيف، واللي وشه بيعبر عن كل حاجة الناس بتقراه بسهولة. لكن اللي ملامحه هادية وغامضة الناس بتحسب له حساب. مش معنى كده تبقى جامد طول الوقت، اضحك لما يكون في سبب حقيقي، وازعل لما يكون في سبب حقيقي، بس ما تخليش وشك كتاب مفتوح. دلوقتي السر المهم، ال5 حركات دول مش تمثيل، انت بتتدرب عليهم لحد ما يبقوا شخصيتك. أول مرة هتحس إنك بتمثل عادي، تاني مرة هتبقى أسهل، ال10 هتبقى أنت الطبيعي. الناس مش بتحترم اللي بيتكلم كتير عن نفسه، الناس بتحترم اللي حضوره بيتكلم بداله. وانت من النهاردة حضورك هو اللي هيتكلم عنك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، عشان كل فيديو هنا هيكون معلومة صغيرة تغير تفكيرك.